بعض الشباب يسأل إنه أنا يقول أصبغ لحيتي، أصبغ شعري، أضيع الشيب. أنتم تقولون مثلا الشيب وقار، والشيب يعني كرامة ووقار وهيبة وكذا وبي روايات، ولكن بعض الشباب تصبغ شعرها، يعني تصبغ الشيب، تضيع الشيب سواء بالحناء أو بالصبغ. طبعا وردت أحاديث وروايات في هذا المجال عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام وهو مختضب بسواد. يقول دخلت على أبي الحسن وهو مختضب، الإمام يعني مختضب بسواد، فقلت: جعلت فداك، قد اختضبت بالسواد؟ أنت اختضبت بالسواد؟ قال: إن في الخضاب أجرا، إن الخضاب والتهيئة مما يزيد في عفة النساء. شوف وين رجحها الإمام، مما يزيد في عفة النساء. ولقد ترك النساء العفة لترك أزواجهن التهيئة لهن. بعض النساء يقول كأنهن تركن العفة وراح انحدرن في مجال آخر بسبب أزواجهن ما هيئوا أنفسهن التهيئة الصحيحة لهن.